السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. اليوم نروح مع بعض في زيارة لموقع المتحف الفرنسي كي برونلي جاك شيراك لاستكشاف قطعة معينة معروضة، هي هذا القفطان، وهذه صورة له. للأمانة كنت اطلعت عليها على الموقع الذي ينشط فيه قصي زاوي، اللي عنده كذلك قناة على اليوتيوب باسمه. هذا للمهتمين بتاريخ وتراث الجزائر، ما عليهم إلا أن يبحثوا على القناة باسم قصي زاوي. نستكشف تفاصيل هذا القفطان من خلال بطاقته الفنية لما ندخل من خلال هذا الرابط الخاص بالموقع الإعلامي والتجاري لنفس المتحف كي برونلي جاك شيراك. القفطان معروض مفتوح في الجانب الأيمن للصورة حتى يتم كشف تفاصيل البطانة الداخلية للقفطان إلى جانب الطرز الخارجي في الزاوية المقابلة. نون فيرناكولير يعني اسم شهرة هذا اللباس كافتون. جيوغرافي أفريك سبتنتريونال، مغرب، ألجيري، تلمسان، ديبارتمون تلمسان فيل. دات fin du 19e siècle début du 20e siècle. عطاونا أيضا لي ماتيريو اي تكنيك اللي دخلت في صناعة هذا القفطان، لا ديمونسيون اي لو بوان تاعو كذلك. يقولوا هنا لا بريسيدونت كوليكسيون، يعني المعرض السابق لهذا القفطان كان au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie مغرب. اكسبوزي نو. نيميرو دانفونتير راكم تشوفوا فيه، عنده رقم القيد والحفظ ولكن ليس معروض. علاش؟ بوين دانتيروغاسيون. في لا ديسكريبسيون يوصفوا لنا لون قطيفة القفطان فيولي، مطرز بخيوط الذهب من جهة الصدر والزوايا السفلية. الحواف يعني لي بوردور نتاع القفطان مطرزة بعدة صفوف من الضفائر المصنوعة من خيوط الذهب. البطانة كما قلنا من قبل يعني لا دوبلور نتاع القفطان هي من الحرير الأصفر، مفصلة بطريقة تشكل 6 أقواس مدببة فوق البطانة الزرقاء الموجودة على كامل المحيط الداخلي للقفطان. هذه الأقواس المدببة التي يشكلها الحرير الأصفر مطرزة على الحرير الأزرق بضفيرة من الحرير الأحمر والخيوط الفضية كما توضحه هذه الصورة. أما البطانة الداخلية الزرقاء التي تظهر على أطراف القفطان فهي مزينة على الحواف بحاشية من الحرير الأحمر مطرزة بالذهب. Usage tenue de mariage et des fêtes. Les caftans algériens ont la particularité d'être munis de manches courtes, ce qui les distingue de ceux de Tétouan. القفطان لباس الأفراح والمناسبات، وما يميز القفاطين الجزائرية على القفاطين نتاع تطوان هي الأكمام القصيرة لمانش كورت. هذه الأكمام القصيرة تاريخيا هي صفة القفطان الأصلي القديم. نخرج من هذا الرابط وندخل من خلال الرابط اللي يدينا مباشرة إلى موقع عرض المقتنيات ونبحث على قفطان تلمسان. هاوليك واش راه معروض على هذا الموقع فقط. قطعة مربعة للطرز الموجود على الحافة السفلية الخارجية للقفطان. ركزوا هنا على اللون، ما يبانش فيولي كما قالوا في لا ديسكريبسيون، نقدروا نقولوا عليه مارون فونسي كما نقدروا نقولوا نوار، لأن اللون يختلف حسب الزاوية اللي تدي منها الصورة، وكذلك نسبة الإضاءة وموقع تركيزها على القفطان، خاصة القطيفة والحرير ما نقدروش نميزوا اللون الحقيقي من خلال الصورة بسبب الانعكاسات. لازم نكون في موقع المكان لنميز اللون الحقيقي بالمشاهدة المباشرة للعين. نكليكي وندخل من خلال كلمة كافتون لنستكشف التفاصيل المحيطة بهذه القطعة. نفس الجزء للزاوية السفلية المطرزة. نكليكيو على Explorer كافتون Art de l'Afrique du Nord costume algérien. نزيدو نكليكيو على Plus d'informations. Voilà, كافتون période 19e 20e siècle. Numéro d'inventaire 94.5.5. نرجع إلى الوراء لنطلع أيضا على المربع الذي تعرض فيه الزاوية السفلية الداخلية للقفطان بكل التفاصيل التي قرأناها في الوصف الأول. ولما ندخل هنا كذلك من خلال كلمة كافتون لاستكشاف المعلومات المرافقة لهذه القطعة نلقوها متطابقة.
costume algérien. Période 19e-20e siècle. Numéro d'inventaire A94.5.5. نرجع من جديد إلى الصفحة الرئيسية للعرض، وهذا كافتون ماروكان بكل مميزاته، شكارة مفتوحة من الأمام بأكمام بحجم 2 متر. أوب فوالا، كاين قفطان معروض بنفس كل المواصفات التي ذكرها الوصف في الرابط الأول، واللي يقول أيضا أن القفطان غير معروض، il n'est pas exposé، مخبي في الارشيف. لا دوبلور من الداخل باللون الأصفر والأزرق، الحاشية الحمراء على الحافة الداخلية أيضا تبان بوضوح في الأسفل وكذلك على الأكمام. لي موتيف دو برودغي تبقى الأصل. لي موش كورت، قالوها بكل وضوح أن القفطان الجزائري يتميز عن القفطان التطواني بأكمام قصيرة. أما اللون كما قلت لكم، الإضاءة هنا ما راهيش مركزة على القفطان، عليها يبان صومبغ. الفرق الوحيد بين القفطان الأول وهذا هو طريقة العرض والزاوية التي أخذت منها الصورة. القفطان الأول اللي هو هذا تم عرضه بطريقة مبسوطة، مفرش على سطح أفقي بشكل مفتوح لإظهار التفاصيل الداخلية، والإضاءة مركزة على محور القفطان كما نشاهده وسط المربع الأحمر. عليها نشوف اللون في الوسط فاتح أكثر من بقية أجزاء القفطان وخاصة الأطراف. أما القفطان الثاني هذا راه معروض في الموقع بشكل عمودي، راه معلق في هذاك العود الأبيض اللي يبان من جهة اليدين والرقبة. الإضاءة المباشرة ما كاش، الصورة أخذت سون فلاش، لهذا ظهرت الألوان غامقة كسوسوا القاطفة ولا لا دوبلور من الداخل. نزيدو نروحو أبعد من هذا، نعاود نذكركم بالقطعة المربعة المعروضة باسم القفطان التلمساني. هذه الصورة لهذه القطعة أخذت من هذا القفطان وليس من القفطان الأول، من نفس الزاوية وفي نفس المكان اللي راه معلق فيه. ندخل إلى موقع القفطان لنستكشف التفاصيل المحيطة به من خلال الضغط على كلمة كافتون. تصوروا، التفاصيل المحيطة بالقفطان غير موجودة. encore pire que ça، حطوا une image de détail، صورة من الأمام والخلف لكافتون ماروكان ما عنده حتى علاقة بالقطعة، لا من حيث القماش لا من حيث الفصالة لا من حيث. تصوروا، التفاصيل المحيطة بالقفطان غير موجودة. encore pire que ça، حطوا une image de détail، صورة من الأمام والخلف لكافتون ماروكان ما عنده حتى علاقة بالقطعة، لا من حيث القماش لا من حيث الفصالة لا من حيث الطرز ولا من حيث الأكمام. لماذا؟ وعلاش وكيفاش؟ بهذه الطريقة ما يضطروش إلى وضع المعلومات الحقيقية للقفطان في عملية حقيرة للتمويه باش ينسبوه إلى لا كوليكسيون ماروكان، رغم أنه فيه العديد من القفاطين لكن ليست بهذا الجمال ولا هذا الشكل ولا هذه الدقة. حطوا المعلومات المتعلقة بالقفطان اللي قالوا عليه image de détail. et voilà، أصبح كافتون ماروكان du 20e siècle. فهمتوا علاش قالوا لو كافتون دو تلمسان ني با اكسبوزي؟ ليتم عرضه بصيغة أخرى لصالح من يحتاجون هذه القطعة في لا كوليكسيون اللي تتعلق بلادهم. في لا كوليكسيون تاع الجزائر يحطوا صورة خارجية للطرز الموجود في المثلث السفلي للقفطان، وصورة أخرى للتفاصيل الداخلية، طريقة تطبيق البطانة لا دوبلور. كيفاش القفطان عندهم ويعرضوا منه دو كارو ما عندهم حتى معنى؟ لماذا؟ خاطر مقطع؟ نو. مرمد؟ نو. كيفاش القفطان المعالم نتاعو واضحة تقول عليه جديد نتاع البارح، كل شي فيه يشعل ما يحتاج إلى أي توضيح. يحطوا قالك une image de détail، الفرق بينها وبينه كيسما والأرض. لو كان مقطع ما يبانش، ممكن يحطوا صورة لقفطان مماثل للتوضيح، لكن تبقى علامة تعجب كبيرة لنجد القفطان معروض بصيغة مزورة. ندخلوا إلى موقع هذا الشكارة نشوفوا son image de détail، تتعلق بنفس القطعة،
صورة توضيحية للطرز المطبق على الشكارة. نزيدو نوضحو الأمور من خلال هاد الغليلة جابادولي. ندخلو الموقع نتاعها، نلقاو سون ايماج دو ديتاي، صورة توضيحية تعطينا شكل الغليلة من جهة الظهر، وهذه باللون الأسود. كذلك لما ندخلو لاستكشاف البطاقة الفنية نلقاو سون ايماج دو ديتاي تبرز الشكل الذي يميزها من جهة الظهر. وكاين قطع قديمة جدا من مختلف المقتنيات في هذا المتحف، قطع مقطعة جزء منها راح كامل معروضة كما هي بدون أي إضافات ولا توضيحات. لماذا بالذات هذا القفطان؟ لأنها سياسة السيد مع الدولة الوظيفية، الامتيازات التي تتحصل عليها العاهرة من قبل السيد الذي يستخدمها، وما خفي أعظم. وكامل هذا منفعهمش. اليوم قالك نروحوا للجذور الشرقية للقفطان. جابوا وزيرة الثقافة نتاع ألبانيا، قدموا لها القندورة نتاع الشق الجزائري بطرزها المتميز، وقفطان القاضي المتميز أيضا، وهم في كامل السعادة لما صرحت هذه الوزيرة أن المعروضات مع بعض أنواع الطرز قريبة جدا من التراث الألباني. منين جاك السروال يا العريان؟ من ألبانيا؟ معناه راك تعترف أن قفطانك أصله بعيد عليك. حبيت توثقوا بالشراكة مع ألبانيا مثلا، أو تشري أصله بالدراهم كيما عوايدك. هما يديروا التوأمة مع التراث الألباني بكل فرح وسرور، هذا حقهم وبكل فخر يفتخروا به. يسبوا الجزائريين ويعايروهم بألبانيا، ينسبون كل ما هو جزائري إلى ألبانيا. لن نستغرب شراء الذمم بالأموال من أجل هذا. يمكن أن تشتروا كل التراث الألباني إذا أردتم بالأموال، ولكن الشرف الضائع منكم لن تستطيعوا شراءه بأموال قارون. قال لك هذا إيماج دو ديتاي نتاع هذا، كيفاش وعلاش وعلى أي أساس باش يطلع هذا في أصل هذا. وفعلا راه اليوم في أصله ماروكان. السلام عليكم.